في المنتخب الكندي اللون الاحمر بتغيير في ذلك اللقاء. اذا ياسين بونو باستثناء ذلك ايضا هنالك تبديل، ياتي كره بمحاوله اولى لكن ايضا مرت مرحله تاريخ كندا الكروي عندما اصبح اول كندا كره بمحاوله لمصلحه المنتخب المغربي، وبعدت عودت لا 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 يحمل امال العرب وعلى طريقة الكبار يسجل مبكرا جدا. حكيم يضع الكرة في المرمى ويعلن عن اول اهداف اللقاء للمغرب بل وللعرب كافة. المغربي يمتطي جواد التألق والإبداع، يمتطي الصهو من مسافة بعيدة، تسديدة تأتي اصطدمت، تحولت حارس المرمى لا زالت مستمرة وقائمة، تسديد انتصار مغربي بحول الله للتاريخ، انتصار مغربي بحول الله للتاريخ، قد يكون حاضرا بأكبر مصلحات المغرب. الكرة تعود في الجانب المقابل مرتجة بالإضافة إلى رشيد عليوي، كرة بمحاولة الفين واحد بفارق هدف واحد. مجموعة الخامسة تصل إلى جهة اليسرى، أبعدت من أمام سفيان بوفال، تحولت إلى خارج كأس العالم مع المنتخب المغربي. طبعا البرازيل التركي لكرة القدم واللعب الذي في الدوري البلجيكي، كرة محاولة خطيرة جدا لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الوصول. نعم ياسين، أسرع ياسين دورة الألعاب الأولمبية في عام 2011 هناك يتقدم ويمر زياش يسدد لكن علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة باب الاثنين، كرة عن طريق زياش إلى داخل اللقاء، توصل لون بلجيكا ومشات ارى كندا، بلجيكا ومشات ارى كندا، خلصنا من البلجيك والان على كندا، ويوسف يسجل ويضع الكرة في المرمى، وصلت في الجهة اليمنى، المحاولة عن طريق ليعلن عن ثاني الاهداف الان ويبحث عن الثالث المنتخب البلجيكي، لكن ايضا تقي. يا سلام يا خطرة ضاعت فرصة الهجمة الأمامية الآن لمصلحة المنتخب المغربي، لكن يبدو الملعبان اللذان سيشهدان، والكرة بعد ذلك هنا من خلال الكرة تعود في الجهة اليسرى الآن، محاولة عرضية ملعوبة خطيرة، تغير اتجاه الكرة فخدعت ياسين بونو، زالت خطيرة عرضية داخل منطقة الجزاء. نعم، وبالتالي قد يجد لاعبو المغرب لم يصل الى الكرة بالتوقيت المناسب. معلش يا شباب المباراة لم تنتهي بعد، لذلك نتمنى عودة الى ياسين بونو، سيطر على كرة بالشكل، امور بالتعادل، يعني ان المغرب هي من يجب ان يكون، لكن ايضا ندرك بانه داخل منطقة الجزاء، لكن تغطية عودته الحاضرة يبدو من خلالها التسلل، لا يعود الى تقنية الفيديو الا اذا كيفه وعلى كيفه ولا بمزاجه يلغي الفار، يبنى لجدول الترتيب الذي يظهر بين الفين. ايضا كذلك الكابتن نادر السيد احد عمالقه، تعيد الكره والمحاوله خطيره جدا، وصلت يا الله المباراة الاول، كره بمحاوله عن طريق حكيم زياش عرضيه لكن في احضان حارس المرمى صاحب ضيافه وصاحب الارض والجمهور، خلالها محاوله الان لمصلحة المتصل في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة من الكورس ديفيز، خاضت المنتخب الألماني أو حتى رومين سايس اللي يلعب في الدوري، فهي من ستتصدر بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي، عن المنتخب المناسب. سفيان مرابط، سفيان واجه ربع ساعة مرت، كرة بمحاولة الباير، كرة انطلاقة من الجهات اليسرى، خطأ، محاولة لمنتخب كندا داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام كندا، لمسة الآن عن طريق عن التعديل، ويبحث المنتخب المغربي عن التأمين الأمور، لا نأمل للنتيجة، لا نقرأ المشجع العربي بعد سنوات
وسنوات من الآن. التواجد العربي وحضورهم في مونديال كأس لاريا ريتشي لاريا. أحداث هنا في هذا اللقاء والأمور لا زالت مستمرة بهدفين مقابل هدف واحد. دم العربي يحب ولو كان واحد منهم، وحضورها الكبير هنا من خلالها وبقية الأسماء بهذه الكرة والمحاولة من الأولى المغربية عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية خطيرة جدا لا زالت مستمرة وقائمة. هوتشنسون وقاولة لا زالت مستمرة وقائمة، صافرة موجودة الآن. هوتشنسون يرى محاولة ملعوبة الآن. التبديلات المتاحة له من خلال أحداث هذا المغرب بعيدا عن الأداء. انتصارين